الحمد لله الرحمن، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى من اتبعه من سائر الآنام، الذي بلغ الرسالة حتى وصل العلم إلى أقاصي البلدان. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فلقد بلغ من انتشار العلم في زمن الرعيل الأول حتى وصل إلى الطبقة الوسطى، بل أجزم أنه تجاوز ذلك إلى أدنى الطبقات، فصار في متناول الجواري والغلمان وأرباب المهن والحرف، بل وصل حتى عند المتطفلين. ومما يذكر من حفظ الجواري للقرآن الكريم ما حدث في الأندلس، أن جارية أرادت أن تتهكم على أحد العلماء، وكان علماء زمانهم يرتدون لباسا أصفرا، فقالت له: يا أبا فلان، أنت مثل بقرة بني إسرائيل، إلا أنك لا تسر الناظرين، تعرض بقول الله سبحانه: بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بل بلغ ببعض الجواري أنهن كن يحفظن القرآن الكريم بشتى قراءاته، وكن متمرسات في علم البلاغة والنحو. ذكر العلامة ابن الجوزي في أخبار الأذكياء أن رجلا من البصريين دعا المبرد علامة النحو إلى بيته مع جماعة، وجعل ستارا، وجعل وراءه جارية تغني مما قالت هذه الجارية، وقالوا لها: هذا حبيبك معرضا. فقالت: ألا إعراضه أيسر الخطب، فما هي إلا نظرة بتبسم، فتصطك رجلاه ويسقط بالجنب. معنى الأبيات أنه لما قيل لها أن حبيبك معرض عنك، والإعراض بين المتحابين من أشد الأشياء وقعا عليهم، إلا أنها لم تبالي، لأنها تعلم قدر المحبة التي يكنها لها حبيبها في قلبه، فهي متمكنة منه. قالت بأن إعراضه أمر هين أيسر الخطب، لأنها مجرد أن تنظر إليه نظرة وتتبع هذه النظرة بابتسامة، حتما ستصطك رجلاه ويسقط على الأرض. كل من في المجلس أصابهم الطرب إلا علامة النحو المبرد، فقال له صاحب المجلس: يا إمام، كنت أحق الناس بالطرب. فقالت الجارية من وراء الستار: دعه يا مولاي، فإنه لما سمعني قلت هذا حبيبك معرضا على النصب ظنني لحنت، ولم يعلم أن ابن مسعود قرأ وهذا بعلي شيخا. معنى هذا الكلام: المبرد كان ينتظر من هذه الجارية أن تقول هذا حبيبك معرض، معرض لأنها في محل خبر. والجارية لما قالت معرضا ونصبتها على الحالية ظنها لحنت، فاستدلت له بالقراءات القرآنية بقراءة ابن مسعود وغيره: هذا بعلي شيخا. وفي هذه الآية لطيفة بلاغية، فإن زوجة إبراهيم لما بشرت بالغلام تعجبت كيف تلد وهي عجوز، ثم أشارت بهذا على إبراهيم عليه السلام أن حالته حالة شيخوخة. المبرد لما سمع هذا الاستدلال من هذه الجارية من شدة طربه أنه شق ثيابه، بل بلغ ببعض الجواري أنهن كن يستنبطن الأحكام من القرآن الكريم. في كتاب نثر الورود على مراقي السعود ينقل
يقول الشارح أن العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى قال: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: لو صح ما ذهب إليه ابن عباس ما قال الله تعالى لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولا قال له استثني. معنى هذا الكلام: لو أن إنسانا أقسم يمين ثم قال إن شاء الله، فإن يمينه لا تنعقد، يمينه تفتح، لا يكفر هذه اليمين. إلا أن الجمهور مختلفون، اختلف الجمهور مع عبد الله بن عباس. الجمهور اشترطوا أن يكون الاستثناء كلمة إن شاء الله متسقة باليمين. يقول العلامة محمد بن البشار المالكي: ومثله استثنى ولو سر النطق إذا نوى حل اليمين بالنسق. إلا أن ابن عباس يرى لو كان الاستثناء بإن شاء الله شهر أو حتى سنة فإن اليمين يفتح ولا ينعقد. هذه الجارية تضاعف ما ذهب إليه ابن عباس وتقول: لو كان مذهبه صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولا قال له قل إن شاء الله. لماذا؟ لأن أيوب أقسم في مرضه أن يضرب زوجته 100 جلدة، ثم لما شفاه الله سبحانه وتعالى رخص له بأن يأخذ ضغثا شمراخ فيه 100 عود ويضربها ضربة واحدة ويكفر عن يمينه، لأن المدة طالت. قالت هذه الجارية: لو كان مذهب ابن عباس صحيح لقال الله له قل إن شاء الله، وانتهى هذا الأمر. وكأن أبو بكر بن العربي لما نقل هذه القصة أنه تعجب من الاستنباط الذي استنبطته هذه الجارية. بل ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء نقلا عن خط أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي أنه قال: كان أحد قضاة الحنفية إذا ارتاب في الشهود يفرق بينهم في القضاء. وفي مرة جاء إلى قضية عنده رجل وامرأتان، كعادته أراد أن يفرق بين المرأتين، فقالت إحداهما: أخطأت، لأن الله تعالى يقول: فتذكر إحداهما الأخرى، وإذا فرقت ذهب المقصود الذي أراده الشارع. قال: فتوقف. أما عن قصة أرباب المهن والحرف والطفيليين نؤجلها إلى درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.